صلوا على النبي. نادي الزمالك انسحب امام النادي الاهلي في مباراة القمة واللي كان بينتظرها الوطن العربي كله جماهير الكرة المصرية. وكان نادي الزمالك ليه 4 اسباب رئيسية منعته ان هو يشارك امام النادي الاهلي او يعتذر عن المباراة زي ما هم سموها. طلع المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك وقال ان احنا لينا 4 مطالب رئيسية، هي ان النادي الاهلي او النادي المنافس يلعب كل مؤجلاته قبل ما يلعب مباريات الدور الثاني، ان كل المؤجلات تتلعب قبل مباريات الدور الثاني، ان الزمالك مش هيلعب اي مباراه في الدور الثاني قبل ما تنتهي المؤجلات، ان تيجي لجنه محايده من بره اتحاد الكوره ورابطه الانديه هي اللي تحط جدول الدوري او المباريات المتبقيه، ان حكام مباراه الزمالك والمصري واللي اشعلت فتيل الازمه يتعاقبوا او يتعرضوا للتحقيق. والحقيقه ان ولا واحد من المطالب ال4 دي اتحقق او اتنفذ على ارض الواقع، ونادي الزمالك قرر يلعب مباراه سيراميكا كليوباترا اللي بعد مباراه الاهلي مباشره، واللي هي في الدور الثاني مش من المؤجلات. يعني الزمالك هيلعب مباراه في الدور الثاني مش من المؤجلات، الاهلي ما لعبش ولا مباراه من المؤجلات، الحكام لعبوا وما تعاقبوش، مفيش اي حد جه من بره اتحاد الكوره او الرابطه. الحاج عامر حسين هو اللي حط جدول الدوري في المباريات المتبقيه واللي بعتوه لنادي الزمالك، واللي هو عباره عن مباريات الدور الثاني وبينها برضو المؤجلات. يعني مفيش اي حاجه اتحققت. وهنا بقى لازم نوصل لنادي الزمالك حاجه، الاداره دي فن مش عنتره وفتحه صدر. علشان تطلب مطالب لازم تكون في الوقت المناسب، علشان تاخد مكاسب وتعمل مفاوضات وتحقق مكاسب وتسعد جمهورك وتحسسهم بشخصيتك وان انت نادي قوي، لازم تختار الوقت المناسب. ما تفتحش صدرك وتطلب حاجات مستحيله ما كانتش هتتحقق وترجع تاني تغير كلامك، لان ما قدامكش حل تاني. الزمالك كان ممكن يتوقف، كان ممكن ينزل درجه رابعه، كان ممكن يحصل معاه مشاكل اكتر من كده. كويس ان الزمالك رجع ولعب، لكن الدرس هنا ما تفتحش صدرك قوي واتكلم على قدك علشان تعرف تنفذ وجمهورك يحترمك. انا عن نفسي بحترم نادي الزمالك، لكن كمان انا بحترم في النادي الاهلي ان هو بيعرف ياخد الوقت او الخطوه المناسبه اللي ياخد فيها قراراته، وده درس النادي الزمالك ولادارته ولجماهيره.